اخيرا وبعد طول انتظار اصبح للنادي الاهلي درعا وسيف. اصبح النادي الاهلي يمتلك مهاجم اجنبي سفاح كرويا. نقطه ومن اول السطر عنده 35 سنه. انا اعرف ناس عندها 25 سنه مش قادره تقف على رجلها. اعرف كريم بنزيما عنده 34 سنه واخد البالون دور. اعرف كريستيانو رونالدو عنده احفاد وعنده 48 سنه وبيلعب لسه كوره. فالموضوع مختلف من جسد لجسد. انطوني موديست اضافه قويه لهجوم النادي الاهلي. انطوني موديست هيكون ماضي مع النادي الاهلي سنتين. السنه الاولى هي اللي هتحدد مشاركاته معانا وهتحدد ان هو هيكمل معانا ولا لا. انطوني موديست مهاجم هيكون اضافه قويه لمارسيل كولر اللي بنشكره شكر واجب من كل جمهور النادي الاهلي لان هو اللي عمل كل شيء. وكيل اعمال مارسيل كولر هو اللي قرب المسافات مع وكيل اعمال انطوني موديست وقرب وجهات النظر. بصراحه الراجل بيعمل كل شيء، يعني شغال بايده وبسنانه زي ما بنقول. على الناحيه الثانيه يا امير توفيق ده ولا نافع طبله ولا نافع طار.